بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي اللي متابعين معايا دورة الفراخ البلدي والساسو، النهارده عمر اليوم ال14. واسفه لو بتاخر بفيديوهات الفراخ البلدي، يعني الفراخ البلدي انا بقول لكم انا هعمل ايه في الايام اللي ما بنزلش فيها فيديوهات. طبعا كنا غيرنا اللمبه ال 200 مع بعض وحطينا لمبه حمراء، وقلت لكم يومين ثلاثه وهغير اللمبه الحمراء للمبه بيضه، وكل ده كان بالتدريج ومعاكم خطوه خطوه يا بنات. الفراخ ما شاء الله نشيطه، وده دليل ان التربية ماشية صح، المكان نظيف باستمرار، وده اهم نقطة لازم تركزي عليها عشان تمنع اي امراض. كمان غيرنا اللمبة زي ما قلت لكم للمبة بيضة، يعني للاضاءة بس. خلاص الجو بقى حلو، مش محتاجين تدفئة. كمان عشان انا محضنة في اوضة جوه شقة يا بنات، لكن لما اجي انقلهم لمكان تاني هقول لكم هعمل ايه، وهرجع تاني اللمبة الحمراء كام يوم، وكل ده بالتدريج وخطوة خطوة، بحيث ان ما يحصلش اي دروب معانا او الفراخ يجي لها دور برد مننا ولا قدر الله يبقى فين فوق. فيديو النهارده مهم جدا لاي حد بيربي فراخ بلدي او ساسو. هنشرح بالتفصيل تاني تحصينة عند عمر ال14 يوم، ممكن تنزليها من اليوم ال13، ممكن تنزليها من اليوم ال15. كل ده اقوله لكم في الفيديو، وايه هي الادوية اللي بنستخدمها، وليه المرحلة دي مهمة جدا في تقوية المناعة وتسريع النمو. الفراخ لسه ما بدأناش نجوع، النهارده اليوم ال15. لو هتجوعي نص ساعة ربع ساعة، لكن لسه الساعة والساعتين دول مش في العمر ده خالص. عكس الفراخ البيضة، يعني الفراخ البلدي ممكن بعد شهر تبدأي تجوعي فترات ممكن توصل لساعتين تلاتة. لكن من عمر يوم ل20 يوم الأكل قدام الفراخ لو جوعنا بنجوع ربع ساعة نص ساعة بالكتير. تعالوا بقى أقول لكم التحصينة بتاعتي عبارة عن إيه. دي تاني تحصينة، عبارة عن أوكس 1 2 3 ونوس الفات برول وإرسو سي. هقول لكم فوائد كل نوع لوحده، والتلاتة هنستخدمهم مع بعض. من كل كيس من دول معلقة على لترين من المية، يعني أنا بستعمل دلوقتي سقاية لتر، فهستعمل نص معلقة من كل كيس فيهم على سقاية لتر. أول حاجة الأوكس 1 2 3 ده يا بنات، ده مضاد حيوي قوي بيحمي الفراخ من الالتهابات من البكتيريا، وخصوصا في الجهاز التنفسي والهضمي، وبيكون مهم جدا في العمر ده لأن المناعة لسه بتتكون، وأي عدوى ممكن تأثر في الفرخ بسرعة. والنيوسيلفات برول ده بيشتغل بشكل أساسي ضد الأمراض المعوية زي الإسهال والكوكسيديا، وبيحافظ على أمعاء الفراخ نظيفة، وده بيساعدها تمتص الأكل كويس وتكبر بشكل صحي. الأرثوسي ده بقى فيتامينات مقوية جدا، فيها فيتامين سي اللي بيزود مناعة الفراخ وبيساعدها تتحمل أي إجهاد أو تغيير في الجو، وكمان بيساعد في النمو السريع. زي ما قلت لكم هنستعمل انا السقايه بتاعتي لتر ميه، فهستعمل نص معلقه من كل نوع يا بنات. قبل كده طلعت معاكم دورة فراخ بس كان العدد بتاعها اقل يا بنات وبدون ادويه خالص، واعتمدنا على فيتامين سي في الليمون، رفع المناعه في البنجر، البصل، الثوم، الحاجات اللي من المطبخ. لكن زي ما قلت لكم في اول الدوره دي، الجو الايام دي كله ميكروبات، احنا في دخلة تغيير فصول، وخصوصا فصل الربيع، فالجو والهواء وكله منتشر بالبكتيريا والفيروسات، بحيث ان كل حاجة الاسعار بتاعتها غالية دلوقتي يا بنات، واي نفوق او اي موت مفاجئ او اي ضرر هيخسرك. وخصوصا الفترة دي العلف سعره زايد، الفراخ سعرها زايد، فربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا كده. شوية اهتمام منك يا ست الكل، ان شاء الله هتعدي الدورة على خير بدون اي نافق وباوزان ممتازة بامر الله. والفراخ البلدي هتبشر معانا بالبيض على عمر 4 شهور. المرحلة دي تعتبر من أخطر المراحل في عمر الفراخ، لأنهم بيبدأوا يدخلوا على نمو أسرع، فلازم ندعمهم بمضادات وفيتامينات علشان نحميهم من أي أمراض ونضمن نمو قوي وسليم وسريع. وكالعادة في كل فيديو تخلي بالك من التهوية، النظافة، المية لازم تتغير يوميا، السقايات تتغسل يوميا، التهوية تكون كويسة من غير هواء مباشر. تابع الفراخ بتاعتك النشاط بتاعهم، اي خمول يبقى فيه مشكلة ولازم تدوري على الحل والسبب، وبعد السبب الاول وبعد كده الحل. ما تزوديش الجرعة بتاعة تحصينة علشان ما تضرش الفراخ، يعني تتبع الارشادات اللي الدكتور البيطري قالك عليها او اللي مكتوبة على العبوة. الجرعة مدتها قد ايه؟ من 3 ايام اقل حاجة ل5 ايام اقصى حاجة. في جرعة تانية بتاعة الكوكسيدي احنا هننزلها من عمر ال20 يوم.
من عمر كام؟ من عمر 13 يوم يعني ممكن تبدأيها من عمر 13 14 15 عادي جدا، مفيش مشكلة. 3 ايام 4 ايام او 5 ايام تنزلي سقوة تحصينة وسقوة مية، يعني 8 ساعات التحصينة و8 ساعات مية. ممكن ال8 ساعات يطولوا ل10 ساعات ل11 ساعة عادي، مش مشكلة، بس العلاج ما يفضلش قدام الفراخ مدة 20 ساعة أو 24 ساعة. الكلام ده كله بيكون مضر، وبدل ما تحصني الفرخة هتضر الفرخ. فالأفضل 8 ساعات مية، 8 ساعات تحصينة أو 8 ساعات علاج، 8 ساعات مية عادية من الحنفية. والفترة لو طولت تطول 12 ساعة مش أكتر من كده. بلاش الأدوية تفضل 24 ساعة قدام الفراخ، انت كده بتضر الجهاز الهضمي والتنفسي، وبتضر الفرخة عامة وصحة الفرخ. المتابعة أهم حاجة، الوقاية خير من العلاج. تابعي الطيور. الخل معاكي طول الدورة باستمرار. البتادين ان شاء الله اقول لكم ننزل بيه امتى، بعد تالت تحصينة طبعا. ومعانا الحاجات اللي بنضيفها على العلف زي البصل، الثوم، حبة البركة، الكركم، السمسم. الحاجات دي مع الفراخ البلدي مرة في الاسبوع، مرتين في الاسبوع. بس يفضل ان انتي تضيفيها، مش ان احنا نمنع خالص ونعتمد على الادوية. انا اساسا ما بفضلش الادوية خالص في التربية يا بنات، ولكن زي ما قلت لكم الجو الايام دي وحش ولازم ننزل بالتحصينات كامله. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ويجعل بيوتنا عمرنا بالخير يا رب. ما تنسوش اختكم سوزان بدعوة حلوة في التعليقات، وصلوا على النبي كتير. ولو اول مرة تشوفوا قناتي فدي قناتكم، قناة توفير ست البيت، وانا اختكم سوزان. اتمنى تنوروني في القناة وتشتركوا وارفعوا الفيديو بلايك يا مرات، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. وانتظروني الفيديو الجاي ان شاء الله، هقول لكم الترتيبات اللي انا عملتها عشان انقل الفراخ من مكان لمكان، ازاي هنقلهم وازاي احافظ عليهم من اي دور برد ممكن ياخدوه، ازاي هنستقبلهم في المكان الجديد. كل حاجة هنزلها معاكم ان شاء الله بالترتيب. هحاول على قد ما اقدر كده ان الفيديوهات تنزل في وقتها او في نفس ميعاد اليوم اللي انا مصورة فيه. طبعا بدأنا مع بعض دورة فراخ بيضة، فانا مش عايزة اخر عليكم الفراخ البيضة. الفراخ البيضة بيكون لها متابعة اكتر، اهتمام اكتر عن الفراخ البلدي. يعني اللي اهتمامنا بالفراخ البلدي مش 1% من اهتمامنا بالفراخ البيضة. طبعا لحد دلوقتي بنعامل البلدي الساسو معاملة البلدي، لكن الفراخ البيضة بتختلف عنهم تماما. دعونا بصلاح الحال ولكم بالمثل ان شاء الله. وبكده نكون شرحنا تاني تحصينا للفراخ البلدي والساسو بالتفصيل. ولو عندك اي سؤال سيبهولي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك علشان تشوفوا باقي سلسلة التربية خطوة بخطوة. هنقفل على الفراخ بتاعتنا كده يا بنات، فتحة التهوية من فوق سايباها. وانتظروني في الفيديو القادم، مع السلامة.